السيسي خدم راسك بيان، ما ناصر فيك لا انا لا والو، خدم راسك، حرك الجمجمه، عقلك شويه صاحبي. السيسي رد على الحوار الذي اجراه عبد المجيد تبون. واش قال له؟ رد عليه، يعني قال له بارك الله فيك السي تبون، شكرا لك. السيسي هو اللي رد. وين رد؟ علانية، كان قادر يعيط له بارك الله فيك يا سي تبون، يعني تعمد الاعلان. تبع مليح، تعمد الاعلان. بعد دقائق وساعات وين يكون السيسي؟ وين راح؟ وين تناقض السيسي؟ وين راح من بعد؟ راح للامارات. ما يتبان لك والو هنا، دروك انا بتهبلوني نتوما ولا كيفاش؟ كلشي راه باين، ما يتبان لكم والو نتوما. السيسي يشكر تبون من بعد تلقاه في الامارات. واش معناتها؟ وساطه، باين باللي وسط، باين باللي الامارات عيطت السيسي قالت له ارواح عندنا، مادام عندك علاقه شابه مع تبون ارواح نستحتاجوك نستحقوك. شوف لنا تبون يرحم باباك، لماذا تم استدعاء السيسي؟ واش هو المطلوب من السيسي؟ ماذا تطلب الامارات من السيسي؟ سؤال يقولوا لي واش اسكو تفهموا السياسه؟ ماذا ستطلب الامارات من السيسي؟ واش هي الحاجه اللي طلبها الامارات من السيسي؟ ماذا يطلب بن زمان من السيسي باش يوصل لتبون؟ يعني كاينه حاجه راه تسبب ضرر للامارات، هي العداء العلني. الجزائر راه تطبق مع الامارات نظريه العداء العلني، لانه اي حاجه اكثر تتسبب للامارات تضرها هو الاعلان الجزائر عداءها العلني لها. الجزائر اكتشفت نقطه ضعف في الامارات وهي العداء العلني. يعني الامارات تكره، الامارات لا تقبل العداء العلني. والامارات شو الهدف تاعها في المحور؟ شو اسلوبها ان كانت تشري كاع الناس، كاع الدول تشريها. اي واحد ينتقدها، اي واحد يسبها تروح تشريه. ليسونسيال ما تنتقدهاش. ديك الامارات تفضل عدو يمارس نفس الخبث معها ويربح لها الملاحه معها، يعاديها نورمال لتحت افضل من عدو يعلن عداء.